بعدين راح حاططها لمحمد شوقي. اجمل حاجه اتعملت في حته ضيقه جدا، مساحه ضيقه جدا، خلت محمد شوقي بقى فري 100%، حر 100%. مع اليقظه بانه ما حدش حط الثاني في اوفسايد. لا طبعا. لا يعني دي برضو جزء من بالزبط. اهميه اللعبه ان ما تقعش في اوفسايد. الاوفرلاب له مواصفات. الاوفرلاب وله تايمنج، يعني هو عمل في التايمنج الصح. الراجل جاي من الخلف، وعاده بيبقى فيه كوميونيكيشن او وسيله اتصال بين اللي جاي وبين اللي هيلعبها. اللي بيلعبها ملخوم في دماغه تحت في الارض، فاللي جاي من بعيد بيقول له خليها هوب بقى، بيقولها قبل ما يوصل لمستوى التسلل، يروح دكه حاططها له. ده المفروض اللي بيحصل. هو عملها بصرف النظر عن قال له شوقي او ما قالوش، انما هو عملها ان تايم بحيث مسموع على الكرات العرضيه. لعبه زي دي من جوه ال6 يارد اعملها ازاي؟ هل مثلا اروح شايلها لواحد على القايم البعيد، شايلها من فوق الناس كلها على في حد مستنيها حاطها بدماغه؟ في حد كان لان العبها ارضي. اهو في واحد على القايم البعيد موجود، ولو اني راح على القريب اسامه وجابها جول، لكن في ايضا واحد على البعيد، يعني الاثنين بنتكلم على كره شوقي متحركين. في حد كان بيقول انا موجود بالظبط، اللي هو اخر واحد. هنا في المسافه القريبه لما شوقي يدخل قريب من ال6 يارد ما تتعملش في القريب، خلاص القريب اتقفلت. لازم يشيلها على البعيد. هنا بقى الكروسز اللي تتعمل من المسافه ديت تتعمل من حدود منطقه الجزاء، في مستوى منطقه الجزاء مايله من اماكن مختلفه. مع اندفاع نيم الراجل بحته شراب كده اهوت، وتروح لاينو واينو يلعبها تروح كده قضاء وقدر، اللي هي عبد الله عبد العظيم. عبد الله بالعرض، وهدف هدف من نيران صديقه رقم 15 اهو اللي لسه نازل. حسن محمود يحط الهدف الثاني، حسن محمود يحط الهدف الثاني في الدقيقه يعني 26 27 من الشوط الثاني عشان تصبح النتيجه 2-1. انما صلاح حسني الصراحه راح. المروحه بتاعته دي، بصوا المروحه بتاعت صلاح حسني هي اللي هددت حسن اسامه حسني